السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب جروب أم حمزة للتسويق، أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. كتير كانوا بيسألونا على الفيزون، الحمد لله توفر تاني. ميزة يا جماعة الحلل الفيزون إنها تتحمل الحرارة العالية. كنا زمان حكينا لكم على القصة، نقول لكم كده ملخص إن الفيزون دي شراكة ما بين أمريكا وفرنسا. كانوا بيصمموا مكوك الفضاء، عايزين يتحمل ازاز يركب لازاز المكوك. هنا حتى تلاقيهم شارحين القصة، ازاز يكون يتحمل فروق الحرارة اهو. هنا بيشرح لكم الملخص بسرعة. فروق الحرارة ما بين ان انت المكوك بيبقى طالع ما بين حرارة عالية فجأة لبرودة شديدة. فهو بيقول لك اهو ان من سنة 58 دونالد ستوك المهم اخترع حاجة المادة اللي اسمها البايو كريم اللي هي مكونة للفيزون. ميزة بقى الفيزون، في ناس اولا الازاز بتاعه ما بيتفاعلش مع اي اكل ايا كان، يعني نقدر نبيت فيه اكل. طبعا احنا ما بننصحش الحاجات دي للجرانيت ان احنا نبيت جواه اكل ونسيبه في التلاجة، لا، لان الاكل بينزل زي احماض. الاحماض دي ممكن تاكل الطبقة بتاعة الدهان بتاعة السيراميك او الجرانيت، لكن ده لا، ده ميزته عمره اكل ما يتفاعلش معاه. في الناس بنعرفهم مرضى يا عيني بيعانوا من الحساسية، عندهم حساسية معينة، الدكتور ما بيطبخ لهمش او ما بيطلبش منهم غير في الازاز لانه بيت صحي. غير كده كمان ان شكله جميل، نقدر نستخدمه على طول كأداة للتقديم من غير ان احنا نحتاج مثلا فنحطه كده على السفرة يبقى شكله جميل. طيب ايه بقى الاحجام الموجودة؟ اول حاجة الكازرول لما يد، دي الغطا بتاعها، دي ساعة 2 لتر، وطبعا بيبقى خرط يا جماعة مش طقم. طبعا متسجل عليه صنع في فرنسا على الغطا هنا اهو، فين اهو بيبقى مكتوب هنا عليه محفور صنع في فرنسا، وعلى الحلة بتاعتها اهو بصوا ميد ان فرانس. دي الكازرولة ساعة 2.5 لتر، وفي ساعة اللتر أصغر شوية، دي لتر واحد. بعد كده في الحلل، دي حلة مقاس 3.5 لتر، في الحجم العادي وفي الحجم الغويط أو العالي برضو، دي 3.5 لتر، في 2.5 لتر برضو، في منها العادي وفي منها اللي هو الحلة العادية، في منها الغويط ده واخد شكل البومبي، ودي 1.5 لتر برضو بومبي. فيزون فرنسي، حتى تلاقوا هنا بصوا على الكرتونة منه تعاون أمريكي فرنسي، هتلاقيه هنا متسجل صنع في فرنسا. فين اهو، هنا اهو فيسيل ميد ان فرنسا، صناعة فرنسية. طبعا هو هنا بيقول لك بقى مواصفاته، يتحط على البوتاجاز، يدخل الفريزر، يعني انت تقدر تطلعه من الفريزر الاكل مجمد جواه عادي خالص، تحطه على البوتاجاز مباشرة، يدخل مايكروويف، يدخل الفرن، يخش غسالة الاطباق، تقدر تقدمه كسرفيز، ينفع لكل انواع البوتاجازات، الغاز، الهالوجين. هو طبعا بنطبخ يعني على طول نحطه على البوتاجاز، نحطه في الفرن. طبعا صحي جدا ومفيد لانه عمره ما يتفاعل مع الاكل. ازاز طبعا من خامة مميزة زي ما قلنا لكم، من مادة كده اسمها بايو كريم. هنا الملخص بيقول لك من سنة 58 مش عارف ايه عملوه، one of first most dramatic application او البرايو كريم. المادة اللي مكون منها الازاز ده او اسمه برايو كريم، هو اللي بيستخدموه للنافذة او الشبابيك بتاعة المكوك، تحمل الحرارة العالية، تحمل البرودة العالية، يعني مش زي البايركس العادي اللي بيطق لو لمسه مية وهو سخن. لا، الفيزون الفرنسي ده حاجة تانية خالص يا جماعة. بيتباع اما بالواحدة زي ما انتوا شايفين، وده شكل الكرتونة بتاعته.